بلغني يا جمهور رجينا السعيد، وهدخل في الحكاية من غير ما أعيد وأزيد، عن سلطان اسمه محجوب، وعمره ما كان من شعبه محبوب. فكان يفرض الضرايب باستمرار بحجة وصول البلاد للاستقرار. ولأنه كان شخص أكول وبحبه لاستكشاف الطعام الجديد مشهور، نزل يتجول في الشوارع باحثا عن سحور بارع. قابل وقتها أحسن طباخة في بلدها، ست الحسن المعروفة بوصفتها وجمالها. طبخت ست الحسن الفول بالبيض والصلصة على النار، وكانت الرائحة مثيرة للإبهار. أعجب السلطان بالأكلة وعرض عليها أكتر من مكافأة، لكنها رفضت المكافآت ونبهته إن عيار الضرايب زاد. تأثر السلطان بالكلام وقلل الضرايب من أجل السلام، وأصبح السلطان محجوب حاكم من شعبه محبوب، والفضل في ذلك لطبق الفول. سؤال الحلقة: إيه هي خطوات تحضير الفول بالبيض والصلصة؟ صور لنا وصفتك وبعتيها لنا. يلا يا حضرات، جاوبوا على السؤال في التعليقات علشان نختار الفايز بالمفاجآت.